في حاجة غريبة كده بنعملها كلنا من غير ما نحس، اسمها التسويف. يعني ببساطة تبقى ناوي تعمل حاجة ومقتنع إنها مهمة فعلا، بس كل مرة تلاقي نفسك بتقول مش دلوقتي، بعد شوية، لما أكون فاضي، لما أكون في المود. بس المود ما بيجيش والفاضي ما بيجيش والوقت بيطير. خليني أقول لك أمثلة واقعية بتحصل لنا كل يوم. الطالب اللي عنده امتحان كمان أسبوع يقول طب هظبط المكتب الأول، طب هعمل نسكافيه، هشوف فيديو تحفيزي، وفجأة يلاقي نفسه الساعة بقت 12 بالليل فيقول خلاص هبدأ بكرة الصبح وأنا فايق. وبكرة الصبح يبقى عنده مشوار صغير فيأجل تاني، ولما الامتحان يقرب يبدأ يذاكر بعصبية وضغط ويحس بالندم ويقول لو كنت بدأت بدري. بس اللي حصل ده مش كسل، ده تسويف. الكسلان مش ناوي يذاكر أصلا، إنما المسوف ناوي بس بيأجل طول الوقت لأنه خايف يبدأ. أو اللي عنده شغل لازم يخلصه النهاردة يقعد يقول ما أنا مش مركز دلوقتي، هفتح الموبايل 5 دقايق، يدخل يشوف إشعارات وبعدها يفتح تيك توك أو ريلز، وفجأة 5 دقايق بقوا ساعة، وبعدها يبدأ يجلد نفسه يقول أنا ضيعت الوقت تاني. بس الغريب إنه بكرة هيعمل نفس السيناريو بالظبط. أو اللي ناوي يتصل بحد متخانق معاه ويصالحه يقعد يقول مش الوقت المناسب، النهاردة ماليش مزاج، لما هو يكلمني الأول. بس الحقيقة هو مش مستني وقت مناسب، هو مستني